بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز ايكوك 5 شعلة، سطحه ازاز او الوش اللي فوق ازاز. بيشتكوا من الفرن والشواية بمجرد ما بيسيب ايده من على المحبس بيفصل. ده نظام حساس، ده شغل حساسات، فهو مش عايز يغير الحساس ده، هو عايز يلغيه يشغله ايه زي البوتاجاز العادي. فاللي عايز يعمل حاجة زي كده مثلا، فاحنا الاول هنجيب حته صنفره كده في صبع الاشعال الذاتي، جنب الاشعال الذاتي في صبع نحاس كده، حته صنفره او سلك معين ناشفه. احيانا بيبقى عليه دهون كده بيفصل كل شويه، ده برضو سبب. فهم زهقوا منه فعايزينه يلغوه يشتغل شبه البوتاجاز العادي حسب طلب الزبون يعني. فالوش مربوط في كل عين بمسمارين. آه، ادي واحد، ادي اتنين، ادي واحد اهوت، ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 9 10 11 12، تمام. وفي 2 من ورا على اليمين اهم، و2 على الشمال كده. 16 مسمار. ادي الحساس اهوت. ده محبس الفرن بيبقى على حساسين، ده حساس لبداية التشغيل وفي حساس لضبط النار. ده بتاع اللي تحت. والعين ديت بتاعت اللي في النص، نمشي ورا الماسورة كده، ده العين الكبيرة اللي هي الثلاثية. ودي العين ايه بتاعت الشواية، نمشي ورا الماسورة كده. وفي حاجة تانية برضو في المراية من قدام، في علامة المظللة دي يعني فوق، المظللة دي يعني الشواية فوق، المظللة اللي تحت دي يعني الفرن. والفرن بيبقى عليه درجات، الشواية ملهاش درجات. الشواية عالي وواطي، عالي وواطي بس، لكن الفرن ليه درجات. ده الحساس اللي احنا هنلغيه. في صامولة 8، مفتاح 8 او بنز. انا بنهود 3 كده اهوت اهو، او بنز. هتجيب مفتاح 17 بلدي. انا منزل فيديو برضو على كذا شغل حساس، فيه اللي اتصلح وفي اللي اتغير وفي اللي اتلغى حسب طلب الزبون ما عايز يعني. لان احيانا بيجيبوا الشركة وبيجي يعمله له ويرجع يعمل تاني، فهم يعني زهقوا في اكل بيبوظ. يعني هي بتبقى شغاله وبتسيبه وبتروح تعمل اي حاجة تانية في الشقة، فبتيجي تلاقي الاكل باظ. فهم حسب طلب الزبون. احنا ما نعملش حاجة غير لما الزبون يقول لك يا نلغيه يا نغيره يا نصلحه. ادي طلعنا الموبينة، ادي السوستة تشيلها خالص كده، قطمتها كده واركب الموبينة تاني. اخطر حاجة في الشغلانة ديت الوش المسطح، الوش الازاز، دي اخطر حاجة. فاللي بيحل المسامير ما يدقش جامد. يعني في مسمار انا هوريكم في الاخر الحمد لله المسامير حلت، الا واحد مش عايز يحل خالص. حاولت فيه مش دق بقى. انا جبت صاروخ طيرته، تمام، طيرت المسمار وجبت بنطة ونزلت على مسمار عملت سن تاني. لان اي خبطة لو خبطة فلتت وجت في الازاز هتكسره، والازاز ده غالي جدا والزبون ملوش ذنب، انت اللي هتشيل ثمنه. فاهم حاجة المسامير لو حلت معاك سليمة تمام، ما حلتش. انا بنحل التاني اهوت. دي بتاعت العين اللي في النص، العين اسمها العين الثلاثية. طبعا هي ماسكة ياما مش عايزة تطلع المبينة. فانا هنعمل حركة دلوقتي، احيانا ممكن تطلع بالبنز، مش هتطلع بالبنز هندق عليها دقة خفيفة من قدام بعيد عن سن المحبس، بعيد عن سن المحبس. وممكن ادق دقة كده من فوق من على المحبس من عند الافيز من فوق، ممكن ان هي تطلع. فهي ما طلعتش. ها، طبعا البنز مش مالكها، وانا ببقى حريص ان انا ما اجيش جنب سن المحبس. انا ببقى حريص عشان ما اجيش جنب سن المحبس عشان يشبط معايا كويس. هعمل ايه؟ انا هخبط خبطة كده على الموبينة من فوق اهو، ضربة صغيرة كده اهي طلعت على طول، ضربة خفيفة.
نطلع المبينة، نقصف السوستة او نشيلها، بس الافضل انك تقصفها يعني تقطمها، عشان لو شلتها بيبقى فيه الصوبع بتاع المبينة ده اللي بيروح ويجي، احيانا بيعلق، هو مش بيفصل هو بس احيانا بيعلق. لكن احنا نقصره خالص يعني، نشيل السوستة هتلاقي ابرة صغيرة كده طالعة بتروح وتيجي، فالسوستة اللي كانت ماسكاها لا احنا نقطمها اصلا مع السوستة. وهو لو حب عايز يرجعها هيجيب مبينة تانية تركب تمام وهيشتغل عادي. لكن هو طبعا ست البيت هي اللي بتتعب في الكلام ده، الراجل ما بيقعدش على البوتاجاز حتى بيعمل كوباية شاي فمش مزهقه، فهي ست البيت اكتر واحدة اللي بتطلب الكلام ده. لكن هو لو هيقعد مثلا يعمل عليه حاجة مثلا كوباية شاي كوباية قهوة وكل شوية يفصل منه هيزهقه. طبعا الراجل ملوش خلق غير الستات يعني الراجل يقول لك لا، هو مش هيبقى ليه خلق ليه، فهو عشان كده الست بتطلب انها يشتغل شبه البوتاجاز العادي، هي مش فاضية كل شوية تيجي تولعه ويفصل يتولعه ويفصل. يعني برضه دي كانت ماسكة، نديها دقة بالبنز ونقصف الموبينة اهيت او نقطمها ونركب الموبينة تاني. برضه براجع تاني اهم حاجة في الشغلانة ديت الازاز. انا اتفقت مع المسامير لو حلت يبقى الحمد لله ان شاء الله اعمل، ما حلتش انا مش هغامر، انا مش هغامر، يجيب له التوكيل هو يتصرف فيه فاهمني. فالحمد لله يعني المسامير حلت، وواحد بس اللي كانش عايز يحل كان قافش جامد، فكان ليه حل تاني معايا الحمد لله بالصاروخ وبالشنيور. كده انا ربطت اهو التلاتة. نفتح الغاز هنجرب بقى اهو من غير ما اضغط، اديني كده اهو ولعت شغلت الفرن اهو، لقط معايا اهو، بس عشان الماسورة الصاجة اللي فوق الماسورة دي مش مبينة، بس هو كده شغال اهو من غير ما اضغط اهو، ده كده تمام. نجرب الفرن اهو، نفس الايد اللي فتحت المحبس هي اللي شغلت البوتاجاز اهو. طبعا هو المفروض بيشتغل بالكهرباء، فهم شايلين الفيشه ما بيشتغلوش بيه، او الفيشه بعيده عن البوتاجاز الله اعلم، فهم شغالين بالكبريت. بجرب انا مطرح ما حليت، نجرب برضو الشوايه اهي، الحمد لله مفيش حاجه. نجرب العين الثلاثيه، احط العين كده ونجربه ان شاء الله اهو اهو، بسم الله ما شاء الله الحمد لله مفيش اي حاجه. لازم اراجع المواسير كلها يعني ان انا هقفل، ادي اني قفلت اهوت، ادي مسمار، ادي التاني، ادي التالت، الرابع، 5 6 7 8 9 10 هو ده اللي غلبنا، ده اللي حتى مطرح الصاروخ باين اهوت، ونزلت ببنطة تانية الحمد لله ايه واشتغل. وادي مسمارين من ورا اليمين ومسمارين الشمال، كده ربطت كله كده تمام. انا قفلت بقى، نجرب كله بقى كده اهو من غير ما اضغط اهو، بفتح المحبس واروح اولع العين على طول اهو، العين الثلاثية شغل اهو من غير ما اضغط، ما فيهوش بقى لا خطر ولا حاجة. والناس بيقول لك الامان الكامل، والامان الناس فاكرة ان الامان لو سرب غاز هيفصل، لا ما وصلوش لكده، لسه ما حدش وصل لكده. في تسريب هيبقى في تسريب، ده بس عشان معمول عشان لو حد مثلا حاجة اتكبت عليه، عيل مثلا طفل صغير فتحه وجري مش هيفتح. بس انت لو عندك حد بيلعب في البوتاجاز ولا حاجة يقفل الغاز او الانبوب، دي اسهل حاجة وامن حاجة. محبس الغاز بعيد عن الطفل والانبوبة بتبقى معمولة محبسها جامد صعب انه يفتحه، لان هو بسم الله ما شاء الله الاطفال اذكياء، يعني لو عرف ان هو فيه كده وعايز يلعب وعايز يشغله هيشغله، هيفضل دايس عليه ويشغله. ادي الشواية اهي، هجرب الفرن، الشواية والعة اهي. ما تنسيش اللايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة
لو عجبك الفيديو او استفدت منه، دي حاجة بترجع لك يعني. اهو كده كده الاتنين شغالين الحمد لله. واي سؤال، اي حد عايز يسأل عن اي سؤال وعن اي بوتاجاز ان شاء الله نرد عليه. ولو ما ردتش عليه على اليوتيوب ممكن يبعت لي على الواتس، انا سايب رقمي في اول الفيديو. طبعا هو الفرن شغال بس الصورة مش واضحة من الصاجة، فانا بجيبه من تحت كده اهو شغال اهو كده. الفرن شغال والشواية شغالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.